بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في حاجة كده حاصلة كده في الحارة ده، أو في مشكلة بتحصل عند الناس كده، لأن أغلبية الناس يعني إيه مسقفة السقف بتاع العيشة بتاعتها، أو عاملة السقف بالصاج. والصاج ده مشكلة جدا في الحارة اللي إحنا فيه دلوقتي. ليه؟ لأن الصاج أولا بيعمل احتباس حراري، وده حاجة معروفة. يعني هو بيقعد يمتص الحر طول النهار، ويقعد يصبه على الفراخ او يصبه في المكان طول الليل. يعني هو يقعد يبرد طول الليل وينزل حر، بالاضافه ان هو كمان بيسخن، يعني بيعمل احتباس حراري بطريقه فظيعه جدا، والصاج ده مش كويس جدا. طب انا كده كده انا السقف بتاعي معمول صاج خلاص، كده الناس بتفضل تعمله عشان خاطر يقول لك هو ايه اسهل واحسن، عشان ما يبقاش فيش حاجه ايه تستخبى فيه، زي مثلا فيران او تعابين يعني لا قدر الله. فيقول لك انا بعمل الصاج افضل. فانا لو انا عملت الصاج عندي وعاوز اقلل الحراره اللي موجوده في المكان، طبعا الجو حر ذات نفسه، فانا دلوقتي عندي صاج كمان بيعمل احتباس حراري، ده حراره فوق الحراره. فقلل الحراره الناتجه عن الصاج ده ازاي؟ اول حاجه كده انت ممكن فوق، لو انت عندك قش رز، هتيجي تغطي السقف من كله، الصاج كله تغطيه كله بقش رز، طبعا بكميه تكون كويسه، يعني سمك يكون كويس، وتغرق القش الرز ده كله ميه. لازم تغرق قش الرز ده ميه تقريبا، يعني من بدري، يعني من بدري جدا، يعني من الساعه مثلا 9 ولا حاجه، تغرقه ميه جامد، تخليه يبقى شارب ميه جامد قش رز، بحيث ان هو يمتص الشمس لغايه بعد العصر، يعني اللي هي الفتره دي من الساعه مثلا 9 لغايه الساعه 4 العصر. عم ينشف بقى قش الرز والكلام ده كله، يعني ايه يكون يقلل تاثير الحراره شويه. او لو تقدر انك تيجي دلوقتي تقوم جاي فوق السقف اللي انت عامله صاج ده، تجلده كله بخشب. يعني لو انتوا بصيتوا في السقف اللي فوق اللي انا عامله ده كله، ده كله معمول خشب. الجو زي ما انتم مش شايفينه كويس، الجو حر بره جدا، بس اهو ظل، الشبابيك متفتحه وكل حاجه، فالدنيا متهويه. طبعا ده لو صاج زمانه كان بيصب ايه حراره على الفراخ، يعني بطريقه مش كويسه يعني. فالافضل في الصاج، او الصاج ده مشكله جدا لانه بيعمل احتباس حراري في الحر زي ما قلنا قبل كده. في بقى ممكن تعمل، لو انت حابب تعمل حاجه جديده او كده، ممكن تجلد بخشب، وفوق الخشب تعمل الصاج، عشان ما تحطش بقى قش والكلام ده كله، عشان ما فيش حاجه تستخبى فيه ويحصل مشاكل. يبقى الصاج ما ينفعش جدا في التربيه. وفي مكان اللي هو الاسبوستوس ده البلاستيك، او في صاج عازل، انا سمعت ان في حاجه اسمها صاج عازل، ممكن تجيبه تعمله لو انت عاوز تعرش. لان اغلبيه الناس بتستسهل موضوع الصاج، ان انا بجيبه يقول لك اصله امان، ما بيبقاش حاجه بتستخبى فيه، مش عارف ما فيش ايه، لكن هو مشكلته في الحر انه بيعمل احتباس حراري. طب انا اقلل الحراره اللي بتبقى ناتجه عنه ازاي؟ يا فوق قش رز وبغرقه ميه من كل يوم، طبعا الميه دي برش قش الرز كل يوم من الساعه 9 الصبح لما بعد العصر، يعني بحيث ان هو ايه يكون غرقان ميه، عم يبخر الميه اللي فيه ويشرب الميه، يبقى عامل عازل بالنسبه للصاج. ما كانش وانا لسه عامل مكان جديد، ما افضلش انك تعمل الصاج. ولو هتعمله يبقى بتعمل ايه؟ بعمل سقف خشب زي اللي فوقك ده، وفوقه بحط الصاج برضه، عشان خاطر احنا عارفين ان الخشب بيسرب ميه والكلام ده كله، لكن الصاج ممكن يعزل الميه والكلام ده كله. يبقى انا اعمل خشب وفوقه صاج، او دلوقتي لو انت عندك الصاج ممكن تجلده من فوق بخشب وخلاص، وتبقى ريحت دماغك من القصه دي. لكن الصاج بيعمل احتباس حراري للفراخ، وبيزود الحراره اللي موجوده عندهم مهما كنت فاتح. لان اغلبيه الناس بتميل للموضوع ده كله، اغلبيه الاسطح اللي حوالينا كلها عامله العشش كلها بالصاج، والصاج ده بيزود الحراره جدا ويعمل مشاكل كتير جدا للفراخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.